رمضان متاوي فيه وتخلصوا عليه. الليلة هناخد بطارك يا نرمين يا حبيبتي. طب اقعد جورك انا يا ابوي. لا يا سالم، روح انت مع اخواتك. يا نرمين. تعالى خش معايا كده، قول معايا. لا دوس على الزناد، على الزناد. فاضيز هنا كده، فاضيز. لا 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 ابو دخلت بدري برضه، انت تخش بدري انت قلت فاضي. طب معلش هقطعكم بس عشان انا هطلع اشم شويه هوا بدل بضربكم بالنار. اوكي طب احنا هنكتب دي وندهلك. ما تبعدش بقى عشان الشنطوف ما يعضكش. يلا قول معايا تاني بس ما تلخبطنيش تاني، يلا بقى. اللي انكتب مفروض يا شنطوف العرس. لو جميل الكينج يا اخي. عارف انه من اسوان؟ ياه والله معلومه جديده دي. انت قفلتني لما قلت حته منه، ما قفلتني شويه، بس حلو هو جميل طبعا. يا شنطوف العرس دي. دي جميله. انا سمعنا حاجه للكينج. استنى اي حاجه للكينج كده. اهو اضرب يا سمسم. الله. ايه انت هتضرب عادي كده؟ لا اضرب هم السعاده بيرقصوا كده عادي. يلا بص دي. جميل الكينج ده قوي. ايه ده؟ تعرف انه من اسوان؟ لا يا راجل والله ما يبانش عليه خالص. انت عارف البندقيه دي بتعمل بالغاز وتبرد بالهواء؟ يا راجل ما يبانش عليها خالص. بس جميل الكينج يا اخي. والله بس خلينا حاجه ليه بقى. تصدق فكره صحيحه؟ اخد ايه؟ استنى. ايه ممكن اقرار. ايوه بقى. الله فين؟ ولا دايم غير وجه الكريم. شد حيلك يا عم سليمان، ده اختبار. ما هي قطر. الحياه قطر يعني، وكل واحد بينزل في المحطه بتاعته حسب ميعاده. هو حضرتك انت متاكد ان قتلهم كلهم يعني ما فيش حد منهم كسل او بعته يجيب سجاير فركن كلهم؟ وده يعلمنا ايه بقى؟ ان احنا ما نحطش البيت كله في سله واحده. ايوه هو البيت كله راح. مش فاهم يعني يقتلهم كلهم؟ طب يسيب لك واد حتى يونسك بدل ما انت قاعد زي القرد كده. لا وقتلهم وهو بيرقص يعني. تخيل عارف لو كان قاصد ونقول ماشي، لكن هو بيرقص وهو بيقتل ولادي. لا ما نظلمش الولد برضه، معلش عشان الحق يتقال. ده هنفتري؟ لا هو ما كانش، هو مش لما قتل قعد يرقص، وهو بيرقص في ايه قاعد يموت كده وهو بيرقص. يا ماسك بندقيه كده وشغل اغاني للكينج محمد منير. انت عارف ان الكينج من اسوان طبعا. ما يبانش عليه خالص. انت عارف البندقيه دي بتعمل بالغاز وتبرد بالهواء؟ ما يبانش طبعا. بس هو بقى راح ايه وهو بيرقص كده بيه راح انا مسكت دراعه، انت خدت بالك؟ ايوه. انا بقول له طب ليه يعني؟ طب يا سيدي يعني مش مستاهلا. لا قافش بقى، انا هرقص بقى واعمل ممكن بقى اموت ولاد ناس وممكن. يلا الحمد لله. معلش اتقي الله يا رمضان. نقول له اتقي الله يا رمضان، يا رمضان اتقي الله. نصيب مفيش. طب يا حاج احنا كنا جايين نتكلم معاك عشان خاطر موضوع الصلح بقى عشان نخلصه ان شاء الله. صلح؟ مفيش صلح خلاص. ورمضان ابو عرسه لازم يموت. طبعا حقك. اللي هيوقف بيني وبين رقبته
هيموت معاه. لا مين يقف بينك وبين رقبته؟ لا طب يلا ولا ايه؟ عشان احنا دلوقتي كده برضه بينه وبين رقبته. لا يا دوب بقى. يلا يلي بتسأل سليمان ماله، ابو سمسم قتلوا عياله، شيلوا دود الوزير بحاله. يا دودي يا دودي يا دودي يا منسترلي. كل ده يا ابو، يا ترى انت فين؟ صباح الخير يا انسه شاهي، مالك في ايه؟ مالي؟ نكش شعري مثلا؟ عايزه ايه منه؟ نعم. لا ابدا، كلموني من الصعيد وبيقولوا انه ابو ناقص. ابو مين اللي ناقص؟ ازاي تتكلمي كده عن ابن مستر طارق النويري؟ انت اتجننتي يا انسه شاهي. انسه شاهي ايه بس ونيله ايه؟ انت خليتي فيها انسه؟ يا ترى بقى بتقولي عليا ايه في ظهري انت كمان؟ يا انسه شاهي، ابو البسكوته اللي بتتاكل اللي بتدوب في البق دي ناقصه، ومحتاجين نبعت بضاعه للصعيد حالا. اخص عليك يا منى، مش تقولي كده من الاول؟ فهمتك غلط. طيب ما تنسيش الميتنج بتاع النهارده عشان مهم جدا. ايه القرف ده؟ وعنها يمين شمال فوق تحت بنقنع الزعزوطي ان احنا اللي قتلناهم، يقول لك لا، وصمم راسه ألف سيف ان انت اللي قتلته. حلفنا له مليون مره احنا اللي كنا بنضرب نار، لكن رمضان يقتل؟ رمضان يقتل ازاي؟ انا مش فاهم. مفيش راسه ألف زعزوط ان انت اللي قتلتهم. انا مش عارف مين ابن الحرام اللي دخل الفكره دي في دماغه في اللي يعني الزعزوط دلوقتي شايف ان انا قتلت عيالي. للأسف أيوه. وطبعا جاي هنا عشان ياخد بطاره ويقتلني. للأسف أيوه. مش عارف ليه، حاسس خبرتي معاكم حاسس ان انتوا السبب في الموضوع ده. للأسف أيوه. ايوه هو ايه؟ لا يدك ابوسها. يدك. السلام عليكم. اهلا بالمصيبه الثالثه. شفتوز ازاي؟ ايه الهمجيه اللي انت فيها دي؟ معلش يا جماعه انا اسفه جدا على التاخير، بس تهت توهان لقيت نفسي في قريه فرطوس البورس. شفت؟ قلت لك البورس بيبقى عنده فرطوس، قلت لي انا بقول كلام فارغ. بس يا بس هو انت مصر يا ابني تتهزق؟ ايه بورس ايه اللي ليه فرطوس؟ ايه يا حبيبتي ليه تهتي في فرطوس البورس؟ دي بعد شرقوب القصب على طول. يا ابني لا، ده اللي قبل منزوع الدسم. ده بعد ما نشوف الهبل. لا ده عند منسوب الجبل. انا هقوم ادب فيكم. خلاص الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا استاذه شاهي. قولي لي جيتي ليه دلوقتي؟ يا ابني والله العظيم همد ايدي عليك. بس اعمل حته كده تبقى مظبوطه. ايه اسكت، ما تعرفش تسكت. قولي لي يا شاهي، جبت اللي قلت لك عليه؟ ايه ده؟ استاذ جودة اهو. اهلا. طبعا ده حد من طرفكم جاي يعمل فيا مصيبه جديده اكيد. بس يا دودي، الاستاذ جودة هنا علشان يحل جميع مشاكلك. لا قول لي يا سمسم. ايه ولا استاذ جودة يعني ما كانش يعرف يجي لحاله؟ يجي ولا ايه؟ انا بعتنا له يعني شير لوكيشن يعني وجه لحاله. ايوه يجي لوحدها يا كبير. يقدر يعني ولا اللوكيشن اتوحشك يا كبير؟ انتوا الاثنين بتعملوا فيا ايه؟ خلصوني. عايز ايه ده مننا؟ واحده الخطه هتكون كالتالي، وركزوا معايا عشان انا مش هعيد الخطه دي مره تاني. ليه كل حاجه بتقولها مره واحده بس ليه؟ وعيدها ليه؟ خلصني يا عم ابوس ايدك. حاضر اسمع بقى. من الواضح جدا ان سليمان مصمم يقتل دودي. ايوه صح. فاحنا عشان نخلص من الهرس ده كله هنخلي سليمان يقتل دودي. الله. دي فكره تحفه. الله عليك. والله انا ارتحت. ايه الذكاء ده؟ برد قلبي والله. انا مش فاهم انا كنت هعمل ايه. طب ايه رايك بقى انا جبت حاجه لك الاول بعد كده نشوف بقى مين يقتل دودي. اسمع بس، هقول لك على حل. هو هيقتلك بس مش هيقتلك. يا عيني. استاذ جودة جايب معاه سديري فيه فيوزات. الفيوزات دي هتفرقع اول ما سليمان يضرب من البندقيه بتاعته نار، وبكده يبقى فاكر ان هو قتلك. ايه ده الدهاء ده؟ ايه المكر والذكاء اللي انت فيه ده؟ طب والبندقيه اللي في ايده مش فيها رصاص حقيقي؟ هنعمل فيه ايه؟ ايه ده اللي حصل؟ في مشكله في العشه من تحت بقى. أني كلفت المهمة دي لأكفأ رجال. وليه؟
تقدري تقول لنا الاستاذه شاهي ما جاتش ليه لغايه دلوقتي؟ والله العظيم انا قلت لها واكدت عليها انه في اجتماع النهارده، بس انا مش عارفه هي جايه. اتفضل معاليك. لما تبقوا تحترموا مواعيدكم بعد كده ابقوا كلمونا، احنا ماشيين. اتفضل يا مرتضى بيه. مين اللي ماشي؟ انا واقف اقول حاجه. يا راجل طب مش تقول لي؟ اتفضل ما عليه عايز يقول حاجه، كله يركز. تقدروا تقولوا لي حضراتكم ايه ده؟ ده كرسي. ترابيزه؟ طب ما تقول لي انت طيب. ده كرسي فاضي. يعني اهمال، يعني تسيب. شاهي هانم كعب الغزال سايبه شغلها وسايبه مسؤولياتها وفلوسها وراح تجري ورا مغامرات اب والطايشه. انا لو منكم القنها درس ما تنساهوش طول عمرها، ونسحب منها الكرسي الفاضي. كرسي يا جحشنا نسحبه، ما نوقف احسن في النوتي كورنر ونعمل لها استدعاء ولي امر. طب وندخل اهلي ليه في الموضوع طيب؟ لا انا قلبي هيقف. اسكت. بصفتي عضو مجلس الاداره وصاحب اكبر نسبه اسهم للشركه، بقترح ان احنا نسحب كرسي رئاسه مجلس الاداره من تحت شاهي. ها مين موافق؟ اغلبيه. هو ده. يلا بينا. يلا. تحب ماجايفر؟ ايوه. ماجايفر كان بيعمل اللي انت بتعمله ده بالظبط برضه، لحام وكاويه وقصدير وكده. كان بيجي كل يوم 4 فاخترنا لك. فاكره. فكان 4 ماجايفر و4 مارك اللي هو كان بيعوم تحت الميه ده. بتعرف تعوم تحت الميه؟ لا فوق المايه. لا يبقى خلينا في ماجايفر بقى. ايه يا سمسم؟ ايه يا ابني اتأخرت كده ليه؟ وايه كل اللي في الشوال ده؟ ده كل الرصاص اللي في كفر زعزوط المعيز. سمسم انت متأكد ان مفيش رصاص حي مع رجالة زعزوط المعيز؟ بص يا معلم، في شنك زعزوط المعيز بقى كله رصاص الا بقى لو المعيز معاه سلاح انا ما شيكتش عليه. وليه ما شيكتش على المعيز يا حبيبي؟ لا ما انا اهل ربنا انا ما اعملش عقلي بعقل المعيز يا ابني. ماشي. يلا تصبحوا على خير. انا اخش. تصبحوا على خير يا استاذ جوده. تعالى بس يا حبيبي. تخش تنام ايه؟ يا ابني مش في خطة هنراجعها؟ خطة ايه يا ابني؟ انت مكبر المواضيع ليه؟ ده هو الراجل هيروح طخ يتقتل، فرقع يا جوده، فرقع مات، خلصت المسألة. فيه ايه؟ انت محسسني الراجل ده بيتقتل كل يوم؟ ما طالما هيتقتل يتقتل صح، ولا هو اعتباط بنعمل اي حاجة اعتباطا؟ والراجل ده مش يحل لقمة عيشه جاي من القاهرة لحد هنا، مش يعرف هيفرقع الفيوزات امتى؟ ماشي. هنعمل ايه يعني دلوقتي؟ دلوقتي احنا هنعمل بروفا نراجع مع بعض الخطة كده. تمام؟ انا هعمل دودي وانت هتعمل سليمان. احنا قدام الكفرة. استنى ليه تعمل انت دودي؟ انت ليه بتختار الحاجات الظريفة؟ ايه الظريف اللي في دودي؟ ما اعرفش. دودي ديسنت لكن سليمان زعزوطي قوي. طيب خلاص ماشي، اعمل انت دودي وانا هعمل سليمان. طب اقول لك على حاجه، ما تعمل انت دودي وسليمان وانا اروح استناك في الجامع. يا ابني انا كل ما هكلمك هتقول لي اقعد في الجامع. يا ابني ما هو العمل عباده برضه، ما دي مسؤوليه، وطاعه الوالدين دي مش عباده؟ هو انا لما انفذ وصيه ابويا مش دي اسمها طاعه والدين؟ اسمها طاعه والديك انت يا ابو، لكن انا عايز انام. هنعمل البروفا. حاضر. يلا خطة. يلا بروفا يا جماعه. ممكن لو سمحت ما تتعبنيش اكتر من كده؟ طيب. كفايه الظرف اللي احنا فيه ده. حاضر. يلا. انا مجهز كل حاجه اهو، عامل لوحات فيها الكلام، انت هتملهوني. انا هعمل دودي وانت هتعمل سليمان. احنا واقفين قدام الكفر اهو مع ايه جو التوك شو ده يا ابني؟ طب ما نكتب بقى يفط لاهل الكفر، شوف هيسقفوا امتى وهيضحكوا امتى وكده. لا اهل الكفر اذكياء يا سمسم، ها؟ مش اغبياء يا سمسم يا غبي. على فكره انا مش غبي، انا عارف هسقف امتى. وانا كمان عارف هسقف على خدودك بالجزمه امتى. ممكن نركز بقى؟ ممكن نعمل بروفا. انا سليمان اهو واقف قدام الدوار، وانت ركز معانا انت علشان دودي. انت دودي. انا دودي. هتاخد كل حاجه. خلاص بقى ركز يا عم جوده. اطلع يا سليمان. انا سليمان صح كده؟ ايوه يا عم. معلش عشان سليمان اصل خلقه ضيق. انا سليمان. انت سليمان. اطلع يا سليمان يا زعزوطي، اطلع هنا كلمني راجل لراجل.
طخ فرقع يا جودة. ما تفرقعش يا جودة. يلا فرقع، ما توقعليش البروفه بقى. ايه يا غبي فرقع؟ بيحصل. انا بتكلم. بيحصل يا ريس. ليه فرقع؟ بتضربني بالنار ليه؟ ما بيحصل يا ريس، خلاص بيحصل. انا قلت له يفرقع. انت بيحصل. بتقطعني، انت بتقتلني دلوقتي ليه؟ مش بتكلم انا. بيحصل يا ريس، بيحصل. ايه اللي بيحصل يا ريس؟ انا بتكلم. اصل انا سليمان وانت انت الدودي جاي بقالي 30 سنه مستنيك. انت مالك؟ ما تقعدش تخترع من دماغك. اما اقول انا الجودة يضرب. ما انا هعمل، ما هو 30 سنه هيسالوا على اخباره، يعني شوف ايه اللي فاته من حياته وهيموته. اقعد ساكت. حاضر يا ريس، بيحصل. ما فصلتك انت تخش جوه الشخصيه. انا جوه الشخصيه انت دلوقتي. دلوقتي جوه الشخصيه؟ عايز حاجه من بره الشخصيه اجيبها لك؟ والله العظيم هقلع الجزمه واديك بيها على نضارتك دي. لا ممكن نعمل بروفه لو سمحت. انا رمضان ابو عرسه، ابن شعبان ابو عرسه، اخو فيصل ابو عرسه. اوعى ايدك يا غبي. ما انا شايف. ماشي. ما انا شايف. بتشاور على ايه؟ بيحصل يا ريس. اطلع لي هنا، انا جاي لك لوحدي ومن غير سلاح يا واطي يا خسيس. طخ فرقع يا جودة. فرقع هنا بقى، ما تبوظليش البروفه بقى. فرقعش يا جودة. ليه فرقع يا جودة؟ انا بقول له يا واطي يا خسيس ولسه هكمل. بيحصل يا ريس، ما هو بيحصل والله بيحصل. ايه اللي بيحصل يا ابني؟ لسه بعد واطي يا خسيس اقول حاجه. ما انا احساسي وداني، انا لو انا سليمان انا احساسي وداني ان انا اضرب عشان هو انا مش هفق. لا انت هفق يا سمسم، هفق وهتسمع اللي بقول لك عليه. بص بقى، انا مش فاهم اي حاجه وشكلي انا ما ماليش في البروفات وفي الكلام الفارغ ده. اعمل انت بروفه مع استاذ جودة وخليه يفرقع. انا بلم رصاص من الكفر بقالي 4 ساعات، مش بلم رب سوري. تصبحوا على خير يا ابني يا سمسم. افرقع؟ ايه؟ فرقع؟ هو انت تعرف ماجايفر شخصيا ولا كنت بتتفرج عليه؟ لا كنت بتفرج عليه. تعرف بقى مارك اللي كان بيعوم تحت الميه؟ يا ابني البتاع دي مختاراني بس. كيف ما اتفقنا يا دودي، جرجش وبسنانك جرجيش. بيست اوف لك. جودة يوزات. سليمان يا زعزوطي، اطلع هنا كلمني راجل لراجل. انا رمضان ابو عرفه، ابن شعبان ابو عرفه، اخو حامد ابو عرفه. انا جاي عشان اقول لك انا لوحدي، وجاي لك لوحدي من غير سلاح. ايه اللي جابك يا ابن شافكي؟ انا جاي عشان اقول لك انها زعزطت منك على الاخر يا زعزوط، ولو عايز تاخد بالطار انا قدامك اهو، بس سيب الشراطيف في حالهم. كده تبقى ضيف، واكرام الضيف واجب. بس رصاص البندقيه دي خساره فيك. انا هقتلك بالسكينه اللي ابوك ذبح بيها نرمين، ودي عشان نرمين، بيتك يا ابني، ودي عشان سلمان، ودي عشان سلام. ابو انا حاسس ان رمضان احتمال يتعور. هي الفيوزات ما اشتغلتش ليه؟ احتمال؟ الواد بيتشفى فلته قدامنا. ودي عشان سالم، ودي عشان سليم، ودي عشان سالم. ثانية واحدة، ثانية واحدة، حضرتك قلت سالم مرتين؟ ايوه صح. ما انا عندي 2 اسمهم سالم. ده ظلم.
ودي عشان عبد السلام، ودي عشان خلاص بقى يا وحش، تسلم ايدك كده، هو مش هياخد وقت في السوا خالص. خدت بطارك يا نرمين، خدت بطارك يا حبيبتي. لا ثانية واحدة، هي نرمين دي كانت معزة؟ نرمين كانت زينة المعيز. يعني القتل والطار اللي بقاله 30 سنة والرجالة اللي خلصت دي بسبب معزة. رمضان مات، رمضان مات، رمضان مات يا بلد. كلب تشجع عليك 3 انصاص يا ولدي. حد معاه قلم زيادة؟ هتمتحن ولا ايه؟ اكتب حالي. تعمل ايه؟ همضيها على الوصية والحي أبقى من الميتم. هقول لك معاك حبارة ولا لغو صباعه في الدم ومضيه. هتلغوص هو ميتم كده؟ ما تحملناش يا دودي، ما تحملناش يا وحش شنطوف العرس. أباي ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ في نبض. الله. ايه ده؟ دودي سمسم تعال. لا لا خلاص، لا وحش يا وحش، موته تاني يا ابو، موته تاني. ياما لا يا ابو، مش هاخد لا دودي، لا بغير يلا. شنطوف لا ما تمسكني. الحمد لله على السلامة يا دودي. يا جاي اوبا. ايه دود؟ لا سلامة يا دود. شكرا يا ولاد، تعبتكم. خليك انا جاي لك زي ما انت. على مالك كريم. على مهلك خالص. نزل دي الاول. ايوه انتي جميله خالص زي الفل اهو. ما هو فل اهو. الحمد لله. يلا بينا. وصلنا الفيلا يا حاج. الحمد لله. لا ما تتصلبطش بقى، ما كانوش 30 طعنة. والله تعبان. ابو اللي بيكلمك ده يا حاج. اتفضل. على مهلك. الوصية ها؟ مكسوفين تديها لي. سنة. لا مفيش منك الكلام ده خلاص. معلش تعبناك يا دودي والله. ايه خلصكوا؟ ايوه. تعرف تكتب؟ يلا هنا. فين؟ اي حاجه بقى. ايوه يا ما انت كريم يا رب. خلاص كده؟ الحمد لله. خلصتوا المهمة بتاعتكم؟ والله يا ولاد مش عارف اقول لكم ايه. يعني احنا قضينا مع بعض ايام صعبة ووقت عصيبة وعرفتوني حقيقتي بس بصوا بقى، عارفين بقى لو شفتوا ضمنكم قريب يلا يا ابو. بعد ما دودي عاش الماضي عالوصية بيدنا. ابوس ايدك بقى كفايه، والمصحف زهقنا. خد. لما يبقى في ايتام صعايده بتاع هنبقى نكلمك، غير كده شكرا. كتر خيرك يا باشا. شاكرين احنا قوي. في الخدمه يا باشا. في امان الله، مع السلامه. يا رب. يا ساتر الحمد لله. عارف ان دول من اسوان؟ لا يا راجل، ما يبانش عليهم خالص. يتيم جديد في الصندوق يا شاهق. ايه ده؟ انت بتقلبي مكتب بابا؟ انت حراميه يا شاهي؟ انت من الاغنياء اللي عندهم ده السرقه؟ ولما بيتقفشوا بيعترفوا ويعملوا بتبيع على نفسهم؟ ليه يا شاهي؟ ده جزات الراجل اللي ائتمنك على فلوسه؟ قصرنا معاكي في ايه؟ اكل وكنا بنجيب لك معانا عادي، تطلبي رز وسوتيه وفراخ وبنجيب لك وبنجيب لك فوقها حاجه. قصرت. انا اترفدت يا ايمو، اترفدت. اترفدت ايه؟ يعني ايه اترفدت؟ انا مش هقدر اسيب المكان ده. لا معاش ولا كان اللي يخليك تسيب المكان ده. انا هتصرف، طول ما انا موجود انا هتصرف وهرجعك، ما تقلقيش. ما تسيبنيش يا ايمو. مش هسيبك، والنبي ما تعيطي عشان خاطري. خلاص؟ لا ما انت مش قطه، لما اعمل كده ما تحطيكي، انت مش قطه. ماشي؟ ماشي. صفية لبن؟ لا ليه الهبل ده طيب؟ ليه
لو هترجعي رجعي جوه. طب لو هترجعي رجعي جوه. ما ينفعش هزار. ايه يا علي يا ابني احنا ذنبنا ايه؟ ذنبكم ايه؟ امال ذنب مين يا ولاد؟ ده انا من ساعه ما عرفتكم روحاتي مضروبه في خلاط. الله يخرب بيتك يا شاي انت ومعزك. انا هخلص منكم يا ابني جاي تتشطر علينا احنا. اسمعني بس، انت لو قدامك فرصه تقتل حد روح اقتل صاحب الطار واخلص. يا سلام. وانا ابن صاحب الطار يجي يقول لي عايز اخد طاره اعمل ايه؟ اخده بالحضن؟ لا تموت وانت ساكت، ما انت قاتل ابوه والبادي اظلم. يا استاذ رمضان ممكن حضرتك تسيبك من ابو وتخليك معايا انا؟ يا سلام عليا. لا 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 مش كبندقيه، مش كبندقيه تخليك معايا انا كتسمع، لكن كبندقيه خليك مع ابو. حضرتك دلوقتي انا عارف ان اللي حصل لك كان كتير، لكن انت طلبت مننا ان انت تيجي عند اهلك واحنا جبناك عند اهلك، فابوس دماغ اهلك تهدى بقى وتسيب اللي في ايدك عشان نتفاهم. صح عندكم حق والله. طيب انا اللي قلت عايز اجي عند اهلي. اهدى هديت؟ لا طيب اهدى خالص. ممكن تشيل انت بالذات، ما تحطش ايدك عليا، ما تلمسنيش، سيبني في حالي. طيب بما ان انت هديت استاذنك بقى ايه امضتك الكريمه هنا عشان نتكل احنا على الله. لا والنبي انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ بقول لكم ايه، ما حدش هيتحرك من هنا غير لما تخلصين المصيبه اللي انا فيها دي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طبعا هنقعد في ايه؟ الله. ما تسترجل كده. امسك يا ولدي. ايوه ماما. جبت لك جلابيه ابوك عشان تغير خلاجاتك. امسك. انا عايز الزيتوني. امسك ده يلا. انا بص الجلابيه دي يعني متوسخه. ايه البقعه دي يا ماما؟ ده دم ابوك يا ولدي. ايوه دي الجلابيه اللي اتقتل فيها. دي حاجه في مناسبه تانية الوالد اتقتل فيها برضو؟ دي جلابيه عم انقتل فيها بعد ابوه بيومين. طيب طنط هو ده دم مين؟ لا يا ولدي دي صلصه. خونه قتلوه بالصلصه. جلابيه ايه بس؟ ما تخلينيش ماما، احنا مش هنبات احنا ماشيين صح؟ احنا ماشيين طبعا. ما ماشيين. شايفين هم نساوين الكفر هيفوتوك تمشي من غير ما ياخدوا حقهم. انا كل ما اخدك كفر كده تعمل لي مشكله. ايه اللي عملته مع النساوين؟ دي بقك والله اغسل منك. اسكت بقى اسكت. النساوين ايه وكفر ايه؟ حقهم ازاي جابوا لنا حقهم ده يعني؟ فين رجاله الكفر؟ فين رجاله الكفر بقى؟ يا ابني سيبني في حالي بقى سيبني. فين رجاله الكفر؟ قتلهم واحد ورا التاني عشان يعرف مكانك. هحكي لك. الطار ده عمره 30 سنة. كبر يعني. صاحب الطار كبير كفر زعزوت المعيز. يا سلام، دي ايه الحلاوه اللي انا فيها دي؟ يعني انا من كفر اسمه شنطوف العرس وليا طار بقى فين؟ عند زعزوت المعيز. بس معلش ثانيه واحده بقى عشان اصلنا ايه مش مختومين اصلنا. ايه بقى معناها كلمه زعزوت دي؟ بص هو انا دوست على زعزوط وانا جاي كده، ما اعرفش بقى ده زعزوط معيز ولا زعزوط خرفان. كملي يا طنط. لما انقتل ابوك خدتك ونزلنا على مصر وفوتك في ملجأ. خفت عليك من الطار، لكن هو ما سكتش، قاعد يقتل راجل ورا التاني عشان يعرف مكانك لحد ما بقينا كده. انا ما فهمتش الزعزوط هو اللي حلو ولا الشنطوف بيه. ايه ده؟ مين دي؟ سعاد عروستك. عروستي ايه بس؟ هو انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ ايه يا رمضان بقى؟ هنفرح امتى؟ الحق علينا عايزه تفرح بيك قبل ما تموت. يا سيدي ربنا يديها الصحه بعد الشر عنها. لا انا قصدي قبل ما انت تموت، هي بعد الشر عنها طبعا. هو انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ ممكن لو سمحتوا نركز بعد اذنكم. احنا في ايه ولا في ايه؟ بعد اذنك يا حاجه ممكن نمره سعاد؟ كان مستخبي لك فين ده كله يا رمضان؟ انا عارف ليه ما عملتش الحفله في السخنه ولا في الجونه ولا في اي مصيبه تاخدني. كلموني زي ما انا دلوقتي. كلمان معايا وترقيت وما عرفتش اني يتيم ولا شفت خلق كله. ايه القرف ده؟ انتوا نايمين؟ نايمين يا ولاد، نايمين. انتوا ما عندكوش دم. ايه البرود اللي انتوا فيه ده؟ في ايه يا اخي؟ ما نمشي ليه؟ هو انا اللي هتقتل ولا انت؟ بعدين ما ابو كان نايم، هو ليه ما تتقرصش من شنطوفه بالطريقه دي؟ انا ما كنتش نايم. يا سلام يا اخويا. كنت بفكر في اللي هو بيقوله. اسمعوا،
الخطه هتكون كالاتي، واسمعوا مره واحده عشان انا مش هكرر الكلام ده تاني. هتنام بعديها ولا ايه؟ اخلص. الطار ده عمره 30 سنه. كبر ما شاء الله. طب انا همشي. مش خلاص معلش بس صدقني يفكر. اصل هو بيسيب فراغات في الكلام. معلش اسمع بس الطار ده بقاله 30 سنه، واكيد الراجل اللي اسمه البنبوطي دوت نسي. فاحنا بكره الصبح نروح انا وسمسم وان شاء الله نتقص كده تبقى زي الفل. بص اولا هو اسمه الزعزوطي عشان تبقى فاهم، يعني عشان انا مش نايم، انا مركز معاه. ثانيا مش منطقي ان احنا نروح نسال راجل عن طار كده كاننا بنساله عن طريقه عمل الكيكه الاسفنجيه دي، ما تخشش الدماغ. ما بيتكلم صح برضه الصراحه. يا جماعه طب ثانيه واحده بس، تعالوا نروح امك في العشه ولا طارت ولا ايه؟ العشه اللي قالوا ان احنا هنتوى فيها دي. تعالوا نروح دلوقتي نأخ لحد بكره الصبح، ومش يمكن نقوم نلاقي منفلوطي ده مات لوحده. يا ما حدش عارف. يعني احنا دلوقتي هنروح نتوى في العشه؟ طب يلا بينا. تعال يا ابو خش تتوى في العشه. تعرف ان في المانيا بيعملوا اعاده تدوير لزعزوط المعيز؟ يا راجل بيعملوا بيه زعبوط الحمير؟ بيعملوا يعني كل 22 ملم مكعب من زعزوط المعيز يعمل 1.0 زعبوط الحمير. انتوا مين؟ حضرتك احنا جمعيه الكاب المقلوب لحصر تعداد الجنوب، وحضرتك احنا جايين نكرمك بمناسبه انك ساهمت في تقليل تعداد الجنوب. بس زي ما انتوا شايفين دول كلهم ولادي، يبقى كيف قللت التعداد؟ لا حضرتك قللت طبعا، يعني قللت جدا. مش انت قتلت كل رجاله كفر شنطوف العرس؟ الله. هو انا صحيح قتلت رجاله الكفر بس مش كلهم. دم عيد ابن صلاح ابو عرسه مش في ذمتي. امال مين اللي قتله؟ مات موتة ربنا، جاله سكتة قلبية من الزعل على ولده اللي أنا قتلته. لا كده أنت مالكش دعوة طبعا يعني يا راجل، أنا اللي كنت فاكرك أنت اللي قتلت كل رجالة شنطوف العرس. إيه يا حاج، هو أنت مشرسهم على العرس ولا إيه؟ ما تأخذوش الولاد، أصل أنا مربيهم على عداوة عيلة أبو عرسة كلها، عشان لما ابنهم اللي هربوه في نصاص الليالي يرجع ويبان يرحبوا بيه. يا ألف مرحب. طب ما تحكي لنا كده يا عم سليمان، يعني ايه حكايه الطار ده؟ عشان هوثق انا حاجات بيانات. الطار بدأ من 30 سنة. مش قلت لك كبر؟ كان يوم 3 الساعة 4:10 العصرية. وتقول لي زمان ونسي؟ ده فاكر حالة الطقس يوميها. كنت أنا ونرمين بنلعب في الغيط لا بينا ولا علينا. لو شفت نرمين وعيون نرمين. كنا بنجري ورا بعض في الغيط، وشافها شعبان ابو عرسه حليت في عينيه، ولما ما لقاش في عينيها موده راح سالت سكينته وذبحها قدامي. ومن ليلتها حلفت لا اخد بطارك يا نرمين، ودقيت صورتها وشم على صدري. تشوفوه؟ لا ليه نشوف صدرك يعني؟ لا خلاص. وعنها وخدت سكينتي الغدر اللي قتل بيها شعبان ابو عرسه نرمين وقتلته بيها، ومن ساعتها نار الطار ما انطفتش بيناتنا. طب انا بقول بقى نكرم الحاج في السريع عشان نلحق نروح نقول لرمضان ان الموقف. انت قلت رمضان؟ لا ده هو يقصد شهر رمضان. حبيبي وحش الصيام. هو قال هقول له، هيقول ايه لشهر رمضان؟ تحب تقول ايه لشهر رمضان يا سمسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول رمضان انت بتوحشنا قوي وبنستناك من السنه للسنه انا والاسره كلها، وعشان كده احب اسمعكم حاجه. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش بس ساعد منك ليه؟ هو رمضان ابو عرسه رجع الكفر؟ طنط شفكي، طنط شفكي، يا حاجه شفكي، سليمان الزعزوطي وولاده جايين ورانا وعرفوا ان رمضان هنا. هنتجنن يا ماما شفكي ونعرف هو عارف منين، مش قادرين نوصل. ربنا يجيب العواقب سليم. زين انك ما قلعتيش الاسود يا شفك يا ابو عرسه.
عايز ايه يا سليمان يا زعزوطي؟ جوز الزكايب دول قالوا لي ان رمضان رجع بالسلامه، قلنا نيجي نرحبوا بيه. انت خباص قوي على فكره. يا ريته كان جه، كنا ارتحنا من الهم ده. على فكره قصدها انت بالهم. امال بعتلي صبيانك ليه؟ لا لو سمحت، احنا مش صبيان. انت جاي تعاتب وانت جاي تهجم على كفر كله نساوين. ماما شافكي احنا مش نساوين. صبيان كترحم بقى. عندك حق. شوف يا شافكي، هديكي مهله اسبوع، بعديها نيجي نقعدوا مع ولدك قعده رجاله، ولو المحروس ولدك المندس كيف العرس ما طلعش من جحره، هنيجي ندكوا كفر شنطوف العرس دار دار، او نخليك تغني من الحسره وتقولي راحوا فين حبايب الدار، قولي يا دار. سلامات يا شافكي. يلا يا رجاله. اسمع يا سليمان يا زعزوطي، مش من مصلحتك تعمل كده، لانك لو عملت كده في شنطوف العرس، شنطوف العرس هتعلن عن كل عرسه فيها وهتنتشر في ارجاء الكفر وهتبهدل الدنيا. انا حذرتك. يلا بينا يا رجاله. سليمان ما نفعش مع حواديت والاتنين فاكرين وعبيط، ودودي كده لابس في الحيط، ودودي كده لابس في الحيط، يا دودي يا منستر، يا دودي يا منستر لي. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا معاك. انت لو قطه مش هتلحس بلسانك كده من الطبق كده. انا معاك انا معاك. بص احنا واضح ان احنا من ساعه ما جاي بنعك بس، ماشي؟ فآن الأوان يا سمسم إننا نبقى رجالة ويعتمد علينا، علشان الواد ده احنا هنضيعه. خلينا بقى ننفذ الوصية دي ونمشي. أنا حاسس إني مقصر فعلا. الخطة هتمشي كالتالي، واسمع مني عشان هقولها مرة واحدة ومش هعيد. طيب. الأسبوع اللي جاي هتحصل قعدة ما بين الكفرين. قعدة عرب كده؟ لا مش قعدة عرب يا سمسم، قعدة ما بين الكفرين عادي، وما تقعدش تتفزلك وتجود. بس أنا قلت ده موسم عرب فبيقعدوا هم في الوقت ده. قعدة ما بين الكفرين. ماشي. تمام؟ فأنا وأنت هنضطر إننا نتقسم 2. حد يروح لسليمان الزعزوطي يفهم وجهة نظره إيه ويهديه، وحد يقعد مع الستات يفهم وجهة نظرهم ويهديهم. فنصلح بقى والقعدة تبقى. طب ما حلو ده، يلا بينا. ده يحصل ده. يلا بينا. خلاص أنا هقعد مع الستات وأنت تروح لسليمان الزعزوطي. ايه استنى، لا انا ماليش في قعده الستات. ايوه لكن انا مش عايز اروح للزعزوطي ده خطر، ده انا ما اعرفوش. ايه يا حبيبي، هو انا جايب ابن اختي معايا يا سمسم؟ طب بص اقول لك على حاجه، ما تروح انت الاثنين وانا استناك في الجامع. ازاي بني ادم يتقسم 2 في نفس الوقت؟ ما انا هقعد في الجامعه ادعي بقى وتبقى تمام يا حبيبي. هو لازم واحد يروح هنا وواحد يروح هنا، فانا هقعد مع الستات وروح انت لسليمان. لا انا مش عايز زعزوطي يا ابو، انا مش زعزوطي. طيب خلاص تلعب ملك وكتابه. ماشي. طالما عيلت كده ماشي. ويبقى بقى حقي وحقك وبالوضوح وبالعدل. بالظبط. يلا بينا. ولو جت ملك انا هقعد مع الستات. حلو. ولو جت كتابه انت هتروح لسليمان. ماشي. اتفقنا؟ صح ده. كتابه تروح انت لسليمان. لا استنى. هو ايه اللي لو كتابه تروح انت؟ طب ما انت في الحالة دي لو جت على سيفها هتروح للستات، انت هتستهبلني يا ابو. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا مش هروح الزعزوطي ده، انا ما اعرفوش، ده خطر ده. انا الستات اعرفهم وشفتهم وامري لله، انا هقعد مع الستات. خلاص حاضر، امري لله. انا هروح لسليمان الزعزوطي واقعد انت مع الستات يا سمسم. هتروح للزعزوطي؟ ايوه. بس تحكي لي. اقعد بقى يا حاج سليمان، ممكن بس تسيبوا السلاح اللي في ايديكوا ده دقيقتين يا جماعه؟ عايز اقول كلمتين يا جدعان، ما تخلوش الغاب على حد بقى. الله، طب ما اكمل الاول يا جماعه، انا لازم ازعق. طب انا هتكلم واللي مهتم يعني يسمع، بس يعرفني اللي سامع، يعرفني ان هو سامع. طبعا الموضوع بخصوص كفر شنطوف العرس. ايه يا حاج، ما تغير لهم الباسورد بقى ولا تشوف لك حل؟ ورقه وقلم واكتبي معايا بقى. اهم حاجه في مملكتي ايه؟ فوط المطبخ والحله التيفال. اشمعنى تيفال؟ لا ما هو انا مش شريف مذكور برضو، انا بجتهد معاك وخلاص. الحله التيفال دي ايدي ورجلي. الحله التيفال احنا عارفين كويس ما بنكحتهاش بالمعلقه الحديد، يا اما خشب يا اما الجديد طبعا دلوقتي اللي طالع ايه؟ السيليكون. الله يفتح عليكي. الحله التيفال اللي انا لو كحتت هتبقى شبه دي تقريبا، فانت هاتي دي. ماما قالت له سيب العرسه وخليها في حالها، ساب مدرسته
ورمى كراسته وراح جر شكلها. راحت العرسه مخربشه ايه؟ ايده. لا اسمع يا جماعه كلنا مع بعض، راحت العرسه مخربشه ايه؟ ايده. لا احنا حمل خربشه؟ انتوا كزعازيط انتوا حمل خربشه؟ لا. هتمسك دي للعرسه تخربش. استحمل استحمل. المطبخ الهندي بقى، المطبخ الهندي ده اسهل حاجه. بنعمل نفس الاكل بتاعنا هو بالوصفات اللي انا قلتها اللي فاتت دي، بنزود شطه، بنشغل المسلسل الهندي وبالهنا والشفا زي ما انتم شايفين معايا كده اهو. بص اهو ها هوبا اهي بتنجانيه اهي، القلب بتاعها اهو مقفوله. فكره يا حاجه؟ اتاكد هنا يا ست الكل. تمام كده معايا مقفوله ولا مش مقفوله؟ اهو شوف اهو اها مقفوله تمام. بتنجانيه اهي، ادي المقوار نمسكه كده الايد دي، شوف الماسكه مظبوط. هنعمل ده اهو سقفه بقى، نسمع سقفه. شوف الجمال. اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، وبالتالي ملوش ايه؟ مستقبل. ملوش ايه؟ مستقبل. الله ينور عليك. واحنا في الحصه اللي فاتت قلنا ان العنف ما يجيبش غير ايه؟ عنف. طيب يا جماعه يبقى لازم كده ناخد دروس من التاريخ بتاعنا. واكبر مثال على العنف الاسكندر الاكبر. كلنا عارفين المشاكل اللي كانت بينه وبين الفرس. هي ببساطه بدات في شويه عيال معاه في المدرسه كده من الفرس، وواد من الفرس كده بيستظرف، عارفين اسمه الاسكندر المقدوني. فيقعدوا بقى الواد ده في الفسحه يقول له مقدونس ويقلس عليه يقول له كده مقدونس. وطبعا الاسكندر الاكبر بيكبر دماغه عشان هو الاكبر. المحشي بنعمل ايه؟ بنسقسق له ما نغرقهوش عشان يبقى حلو في التست. مش عارفه يا جماعه انتوا مش عارفين الكلام ده ازاي؟ معلش يا سمسم يا ولدي، اصل احنا رجالتنا ماتت وبطلنا نطبخ لحد، بس شكلنا هنرجع له تاني. قصدك ايه؟ خلينا نركز في ذكر البط هنرجع دلوقتي. للطبيخ تاني. طب ما احنا بنتكلم في الطبيخ اهو. ماشي. بتبصي لي كده ليه؟ لحد ما في جه في يوم الواد بتاع الفرس ده راح جاي وهو معدي في الفسحه كده قال له الاسكندر اللي اكبر فيه اللي اكبر منه. كانت الناهيه بقى كارثه. لما هنا بقى القشه اللي قطمت ظهر البعير. راح الاسكندر قال لهم تعالوا لي، قابلوهم عند المعموره فرس مع الاسكندر الاكبر، وراح مستدرجهم ناحيه ابو قير عند اسماك الكتع في الميدان في توصل. وجامت معركه. زفاره بقى قلبت بزفاره ودم. فده يعلمنا ايه؟ العنف يولد عنف. العنف ما يجيبش غير ايه؟ عنف. وما نروحش عند الاسماك خالص بقى. الميدان بتاع توصل ده زفاره دي. طب اللبناني، هل هنشغل مسلسل لبناني؟ لا، احنا نعمل الاكله هي ونحط بعديها قوش، اي حاجه فتوش منقوش ماكلوش. والله يا ابو انت خليتني راجع نفسي في موضوع التار ده. العنف يولد عنف، بس انا صعبان عليا نرمين. يا جماعه ما سمعناش يا جماعه عن مبادره لا للعنف ولا ايه؟ سمعنا. خلاص طالما لا للعنف يبقى الصلح خير، قوم نتصالح، ده الصلح خير. دي ناديه مصطفى اللي قايله كده مش انا. جالتك دي؟ ايوه يا عم قايله كده في الالبوم بتاع سلامات سلامات سلامات. دي كانت بتقول لكم انتوا سلامات 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 يا حبيبنا يا بلديات، ده بتخاطبكم. هي صحة بلدياتنا. وبعدين دي فنانه كبيره ولازم تتصدق، يعني يكفي انها متجوزه اركان فؤاد من غير ما تحدد ركن معين، فلا دي تتصدق وش. والمثل بيقول لك حقي وحقك وتفرقوا الخالات. أيوه. يبقى ايه؟ العنف ما يجيبش غير ايه؟ العنف. لا اسمع عالي، العنف ما يجيبش غير ايه؟ العنف. بس روزميري يا حاجه شفكي، هترشيها على صينيه البطاطس تمام، ونقوم عاملين ايه؟ هنعلي النار. هينفع نسيب النار واطيه؟ النار لازم تفضل قايده. اسمع يا شافكي. عنك انت يا كبير. الاسبوع اللي قضيته معاكم حسسني اني بقيت واحد منيكم. اذا لا اتحدد بالنيابه عن كفر زعزوط المعيز. اسمع سليمان. عنك انت يا كبيره. انا قعدت معاكم اسبوع وبقيت واحده منكم، وحسستوني بانوثتي، قصدي بوجعكم وبهمكم. انا هتحدد بالنيابه عن نسوين الكفر. انجز يا ولد الداده. طلباتك. لو كنت مهتم كنت عرفت لحالك. واه جريت يا سمسم، قعدتك مع النساوين عوجت لسانك وبقيت تتكلم زيهم عاد. قلت لك لو ليك طلبات قولها. في حاجات تتحس وما تتقالش، وان جيت اطلبها انا ما اقدرش، ولو انت عملتها بعد ما انا اطلبها يبقى ما ينفعش. طب انا جاي لك وناويها بظبط، وجاتلي على الباب بخبط، هتعمل لي ايه؟ هتسلم بعديها فقصر، وبجد انا مش بهزر، هخاف ولا ايه؟ اخيرا اتجرأت، اخيرا اتجرأت، اخيرا انا دلوقت
هعلي صوتي عليه. خلاص بيجي بيتكلم. ارحم زمن السكوت. هتجيبها من الهضبة. كبر جوام وتعلم وخلاص طلع له صوت. كان طيب كان حنين. فتريه كذاب كبير مش زي ما كان مبين. ما خلاص بقى يا رجاله، الكلام اللي هتقولوه ده خطر، هيودينا في سكه واعره. وبصراحه ده انا بعد ما قعدت معاه زينت الشباب براهيم النويري واتكلم معايا كيف مدربين التنميه البشريه وما حصلش 2 سيشن، وفهمني ان الطاقه السلبيه اللي كانت بيناتنا 30 سنه لازم تنتهي. وعشان كده انا موافق على الصلح. إذن لي يا كبير، الصلح هيكون مشروط. أول هام لما كفر زعزوط المعيز تبعت رجالة عشان تفاوض، شنطوف العرس تبعت رجالة زيهم مش شات عيال مرهرطة. تاني هام رمضان ياجي شايل كفنه ساعة جيالة وحافي. يعني ايه؟ يعني كروكس ما ينفعش؟ قلت حافي وبكده يبقى استبين. بامس بتزغرتي عليا ولا منك ليه؟ مش بيقول لك استبينا يا سمسم؟ ما سمعتيش لما قال عيال مرهرطة؟ سمسم يتقال عليه عيال مرهرطة. أنا لو اتعصرت أنزل عض. مش منطق يا واد، أنت من شنطوف العرس وكلنا عارفين إن العرسة مخلية من العظم كيف الفراخ البنيه. اسمع يا ابو اود النويري، احنا لو وافقنا يبقى ولدنا راكب الغلط، واحنا ولدنا رمضان اتربى زينة الرباية. احنا اصحاب حد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما فيش صلح يا كبير. نامي وارتاحي في تربتك وحقك في رقبتنا يا نرمين. طب واحده كده من الاول. انتوا ظهرتوا، انا كنت قاعد في ادبيه ولا عليه، وانتوا ظهرتوا في حياتي دمرتوا حياتي. يعني مبدئيا الترقيه راحت ومراتي سابتني، واكتشفت ان انا يتيم، وابويا وامي بروا مني. اكمل كلامي جبتوني على هنا واكتشفت قال ايه ان اسمي بدل دودي المنسترلي اسمي رمضان ابو عرس. لا وقال ايه عليا طار. اكمل كلامي عشان ما تغباش عليها. اكمل كلامي بظهر ايدي. اكمل كلامي. المهم الراجل صاحب الطار عرف ان انا هنا. لا وايه انتوا اللي فضحتوني، انتوا اللي قلتوا لي. عرف ان انا فضحتوني. المهم بقى ان بعد ده كله قالوا بعد الراجل ما يوافق على الصلح وخلاص هروح لبيتي ولعيالي، انتوا بقى ترفضوا. بص رمضان، انت لو رصيت الاحداث ورا بعض بالتسلسل اللي انت ذكرته ده كده بالظبط، احتمال يعني يبدو او قد يتراءى للبعض ان احنا وحشين. لا ما تقولش كده، ازعل. ما استنى، ما انا قلت قد يتراءى، والله ازعل. قد يتراءى للامانه. فاهم؟ صح. ويعلم الله والله العظيم، وانا بقول لك ايه، ربنا يعلم، وده حلفان اهو هتحاسب عليه يوم القيامه. ما شاء الله عليك. والله العظيم والله العظيم كل اللي عملناه ده كان بسلامه نايم. شفت اهو. يعني الفكره باختصار ان احنا تقدر تقول اندمجنا. بص يا سخونيه، عارف اما انا سخنت راح سمسم سخنان. تجلي. الله ينور عليك، وهي دي بقى اللي بدور عليه، تجلي. او خدتنا الجلال. هو يعني فاهم سخونيه في تجلي كده. سمسم سخن رحت انا كده سخنان، فرحنا بقى ايه، والله العظيم انت كان لازم تشوفه الواد ده فظيع. بس بقول لك ايه، انت في الصعيدي مرعب. لا ابو بليز. ايه ده يا عم ده، والله العظيم ولاها جياله، وايه الحلاوه دي. بقول لك ايه، انت كان لازم تشوفه. طب شوف بقى الراجل اللي بيشكر فيا ده، اقسم بالله انا كنت باخد منه اداء. والله العظيم واقف قدامه مرتاح نفسيا، يعني كاني بقول براحتي، والله بجد. انتوا جمال، ربنا يخليكم لبعض. ده انا شفته ما عرفتوش ياض، انا ما عرفتكش ياض، والله العظيم ده انا قلت لشفكي بجد، انا سالت شفكي قلت لها ده ابو ده انا حسيت ان هو صعيدي ومظبوط وتمام. دودي المره الجايه لازم تيجي معانا، لان الاتموسفير الصعيدي ده كان هي فيها طلع جايه يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب طلع جايه هكون مت يا نهاية. لا انت متماسك، انت كنت متماسك. وبعدين بقى انت كنت متماسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده والله.
تسلم ايديك يا ماما شافكي، انا فعلا كنت طالب جبنه رومي سايحه، بس ده ايه ده بقى، عيش فرنساوي ده ولا ايه؟ ده سلاح. ايه ده انتوا هنا بتتعشوا سلاح؟ عندك حق يا امي، هو ده الحل الوحيد. انا هنتحر. تنتحر ايه يا ولدي؟ ده جايبه السلاح ده عشان اصحابك يدافعوا عنك ضد سليمان وغدره. يا ابن اللذينه، تلحق تتكون اصحاب وتعمل علاقات في الكفر وبتاع. انت كلب اعملي اصحاب صعايده. انت مجرمه. ما انا بقول له كذا مره بص على الجانب المشرق اهو، اصحاب وعزوه ونادى على الصعيدي ايه احنا اصحاب ولا نحرس حلوف؟ احنا اصحاب، احنا نحرس مين؟ احنا نحل بالسلاح، بس انا ما بعرفش اضرب نار. انت بقى هتغمض عين وتنشن بالتاني على الجانب المشرق وتضرب نار. ياه يا زمن، بقى ابراهيم النويري اللي كان بيقضي الصيف سنه في باريس وسنه في ابيزا يقضي السنه دي في شنطون في العرس. ياه يا زمن. يا بابا طارق، يا ترى وصيتك هتودينا فين تاني؟ انا خلاص ما بقتش حمل مخمضه. عمري ما تخيلت اني هبقى في بالك كلها نسوان من غير ولا راجل وابقى زعلان. هي ازاي البلد دي اسمها شنطوف العرس، ومن ساعه ما جيت هنا ما شفتش عرسه واحده توحد ربنا؟ ولا السلاح، انا ابو الانسان الرقيق اللي عمره ما اذى نمله بقى مضطر يقتل بني ادم. عمرك ما اذيت نمله؟ ده انت دايس 3 بالعربيه واحنا جايين في الطريق. لا ده ما اسموش قتل، ده اسمه حوادث طرق، انما اقتل الناس واضرب نار عليهم لا ده حاجه تانية. لا والنبي. طب هنعمل ايه في المصيبه دي؟ لا مش هنعمل حاجه. ازاي؟ اصل احنا من ساعه ما عرفنا رمضان وكل ما نيجي نعمل حاجه تضرب في وشنا، فتعال نجرب ما نعملش حاجه ونشوف ايه اللي هيحصل. تصدق عندك حق، انا اصلا عمري ما عرفت اضرب نار، ولا حتى ايام ما كنت بلعب ميدل اوف اونر. بقول لك انت مش جعان؟ جوز الحلاليف دول قاعدين يحكوا ويتسامروا ومهملين حراسة ولدي. سمسم انت سمعت حد بيشتمنا؟ لا ما خدتش بالي، كان في حاجه بتلعب في دماغي كده ما ركزتش. طب بقول لك ايه، تعال نقوم عشان انا الناموس عامل حفله على فخادي. سليم، سلامة، سلماوي، تاخدوا اخواتكم وتطلعوا على كفر شنطوف العرس وتعسوا لحد ما تعرفوا الواد رمضان متاوي فين وتخلصوا عليه. الليلة هناخد بطارك يا نرمين يا حبيبتي. طب اقعد جورك انا يا ابوي. لا يا سالم، روح انت مع اخواتك. يا نرمين. تعالى خش معايا كده، قول معايا. لا دوس على الزناد، على الزناد. فاضيز هنا كده، فاضيز. لاي 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 لاي. ابو دخلت بدري برضه، انت تخش بدري انت قلت فاضي. طب معلش هقطعكم بس عشان انا هطلع اشم شويه هوا بدل بضربكم بالنار. اوكي طب احنا هنكتب دي وندهلك. ما تبعدش بقى عشان الشنطوف ما يعضكش. يلا قول معايا تاني بس ما تلخبطنيش تاني، يلا بقى. اللي انكتب مفروض يا شنطوف العرس. لو جميل الكينج يا اخي. عارف انه من اسوان؟ ياه والله معلومه جديده دي. انت قفلتني لما قلت حته منه، ما قفلتني شويه، بس حلو هو جميل طبعا. يا شنطوف العرس دي دي جميله. ما سمعنا حاجه للكينج. طب استنى صحيح، اي حاجه للكينج كده اهو. اضرب يا سمسم. الله ايه انت هتضرب عادي كده؟ يلا اضرب، هم الصعايده بيرقصوا كده. يلا بص دي
جميل الكينج ده قوي. ايه ده؟ تعرف انه من اسوان؟ لا يا راجل والله ما يبانش عليه خالص. انت عارف البندقيه دي بتعمل بالغاز وتبرد بالهواء؟ يا راجل ما يبانش عليها خالص. بس جميل الكينج يا اخي. والله بتشغل لنا حاجه ليه بقى؟ تصدق فكره صايعه؟ تاخد ايه؟ استنى. ايه ممكن اقرار. ايوه بقى. الله فين؟ فين؟ قلبي مكتب بابا؟ انت حراميه يا شاهي؟ انت من الاغنياء اللي عندهم ده السرقه؟ ولما بيتقفشوا بيعترفوا ويعملوا بتبيع على نفسهم؟ ليه يا شاهي؟ ده جزات الراجل اللي ائتمنك على فلوسه؟ قصرنا معاكي في ايه؟ اكل وكنا بنجيب لك معانا عادي، تطلبي رز وسوتيه وفراخ وبنجيب لك وبنجيب لك فوقها حاجه. قصرنا. انا اترفدت يا ايمو، اترفدت. اترفدت ايه؟ يعني ايه اترفدت؟ انا مش هقدر اسيب المكان ده. لا معاش ولا كان اللي يخليكي تسيبي المكان ده. انا هتصرف، طول ما انا موجود انا هتصرف وهرجعك، ما تقلقيش. ما تسيبنيش يا ايمو. مش هسيبك والنبي ما تعيطي عشان خاطري. خلاص؟ لا ما انت مش قطه، لما اعمل كده ما تحطيكي، انت مش قطه. ماشي؟ ماشي. صفية لبن؟ لا ليه الهبل ده طيب؟ ليه لو هترجعي رجعي جوه. طب لو هترجعي رجعي جوه. طب وبعدين يا صبحي هنعمل ايه؟ ولا حاجه. بعد ما بنعمل كده بقى ونرص الرصه دي، ما بيبقاش قدامنا غير السقسقه، ومش اي سقسقه، لا. السقسقه دي لازم تبقى موجود فيها حاجات كتيره قوي، فيها الطماطم وفيها التتبيله وفيها الحاجات دي كلها. واهم حاجه بقى التسويه. التسويه دي على نار هاديه، الصاجه تحتيها تولع، تاكل بقى صوابعك وراها. محشي. حاجه جميله. انت عارف ان انا مبتلى صح؟ في كل اللي حواليا. خير. عارف صح؟ محشي ايه؟ بكلمك في رفد شاي تقول لي محشي. انا برضه مش فاهم يا اخي، مرتضى ده ماله؟ ايش اخشاشه هو يعمل العمله السوداء دي ويطردها؟ لكن انت لو سايب المحشي والبصاره اللي انت قاعد تعملهم لعارفه ورحت ركزت في شركتك وفي شغلك كنت عرفت. وبعدين انا عايز افهم حاجه، اللي بيحب حد الصبح بيجيب له ورد، بيجيب له شوكولاته، لكن انا مش فاهم ايه الرومانسي بقى اللي في المحشي. والله ما انت فاهم حاجه. اصل انت مش عارفه بتحب الصوابع دي من ايديها بتبقى ممزمزه وحلوه كده، وانا بحب اسعدها يا اخي. مش تاكل اي كلام، لا لازم تاكل كده وتبقى مستمتع. خلاص اسمع بقى اللي بقول لك عليه. انا عايز اعرف دلوقتي هنعمل ايه في موضوع شاهي؟ هنصوت. استسلمت يا صبحي؟ استسلمت ونقعد نصوت زي الحريم يا صبحي؟ لا، لو انت استسلمت انا مش هستسلم ابدا. يا اخي انا ما اقصدش الصوات بتاعك ده بتاع شق الهدوم والحركات دي، انا اقصد التصويت بتاع مجلس الاداره. يعني هنقعد في مجلس الاداره ونعمل تصويت، ناخد التصويت لصالح البنت. خلاص يا عم ما تقول كده. شكرين يا عم صبحي. بقول لك يا صبحي. نعم. وانت بتلف ما تقرطش على الورق قوي علشان ما يكبسش معاك والرز يفرول. تصدق بالله ان انت واد محشاجي. انا محشاجي. محشاجي ايه يا عم؟ مش حلو انت اللي مخرجني من كل القضايا بتاعت لف بقى انت محشي. عكروت يا محشاجي. عكروت. انا محشاجي انت عكروت. عسل. حلو. حاجه لمحمد فؤاد. محمد فؤاد. حلو قوي. اسماعيليه رايح جاي. طب بورسعيد صد رد. بورسعيد صد رد ايه ده؟ بورسعيد صد رد ده مش فيلم، ده مشوار، ده حد رايح يجيب حاجه من الجمرك. بتقول لك حاجه لمحمد فؤاد. هو في ايه؟ هو في ايه يا ابن اللذينه؟ صح. هو في ايه بجد؟ وقعدت تقول 3 الاولانيه بس. هو انتوا بتلعبوا بدون كلام بجد؟ وانت اللي عرفت الاجابه. وانت مفيش دم خالص. امبارح في ولوله. انا اترفدت، انا مش قادر ابعد عن الشارع، والنهارده مفيش مسؤوليه. حرام عليك يعني يا ابو، ما انا لسه متضايقه ومتنكده يعني. بتفكرني تاني ليه؟ معلش. وبعدين مش انت قلت لي يعني انك انت هتبقى في ظهري وهي انت اللي هترجعني الشغل وكده يعني وهتساعدني؟ فانا صدقتك بقى وكده. انت قلت الحاجات دي؟ ايوه قلت لك كده. سمسم، فاكر لما قلت لي انك
تقدر تعتمد عليا؟ أنا انت قلت... اللي قلت لي انا اقدر اعتمد عليك. ايوه انا قلت انت اعتمد. ايوه اعتمد عليا انا. انت اللي قلت لي اقدر اعتمد عليا. ايوه انا قلت فاكر دي؟ ايوه صح. بكره انت هتروح لليتيم وانا هروح مع شاهي بكره عشان ارجعها. ها اقدر اعتمد عليك؟ ما اقدرش. ها طب ايه الكسوف ايه؟ ايه السكوت علامة الرضا؟ اجي اتقدم؟ السكوت علامة الثقة يا ابني. هتقدر. حاضر. نزلين. لقد وصلت إلى وجهتك. السلام عليكم. حضرتك إسماعيل القبيصي؟ انا الزفت، بس معلش مش شغالين النهارده. بكام البرتقال لو سمحت؟ لا ياما مفيش للبيع ياما، مش امال ده للبيع. لايه؟ بربيه ياما للحراسه ياما. خلاص فكهانة اخر زمن. ياما انا مش فكهاني ياما، ما تقوليش فكهاني، انا مش فكهاني. انا مش فكهاني ياما. خلاص روق. مش فكهاني. مش فكهاني يا حاج، عيب كده. مش فكهاني. معلش يا سمعه، روق برضه. امال ما انت غريب شويه يعني، ما انت حاطط البرتقال وما بتبيعهوش ليه؟ عامل متحف برتقال اثري ده ولا حاجز بيه ركنه؟ المفروض انت كفكهاني. يا عم انا مش فكهاني. ايه يا حاجه؟ انا مش فكهاني. بابا خلاص بقى. الله يا سيدي، بيع في كنافه وابقى كنفاني، بيع فسيخ وابقى فسخاني، بيع بتنجان وابقى بتنجاني، بس ما تعملش في نفسك كده. يا عم احنا في ايه ولا في ايه؟ ما انا كنت موظف قد الدنيا في الكهرباء، ايه يا رب اللي خلاني بس اسيب الشغلانه؟ طب ما ده سؤال ظريف. ايه بقى اللي خلاك تسيب الشغل؟ الواد صلاح صاحبي الله يحرقه خدني معاه كورس من بتاع اللي هو التنميه البشريه ده. هو التنميه البشريه يعني. هو ده. الراجل بقى اللي بيدي الكورس ده كان بيقول لك ايه؟ اعرف انت بتعمل ايه كويس واعمله. طب عظيم. طلعت انت بقى بتعمل ايه كويس؟ اقشر فاكهه. يا سيدي الله يكرمك، انا لسه فطران بقى. لو شويه شاي حليب بربري يبقى تسلم ايه. لا يا بيه، انا بحب اقشر فاكهه وبعرف اقشر فاكهه، دي الحاجه اللي انا بعرف اعملها وبحب اعملها. عشان كده سبت شغلي وفتحت مشروعي ده، اول عربيه فاكهه متقشره في مصر وفي الوطن العربي، وسميتها بس انت تقشر. لا دي فكرة خطيرة والله يا سمعة، ما شاء الله ممتاز. طب سمعة معلش كان عندي سؤال كده، لما بتيجي تقشر فاكهة سي برتقانة، اوكي، هل بتديها للزبون في ايده كتلة ولا بتديها له في صوص مراكب في بقه اللي هي الستيكات زبونه قشر بقه كده؟ بتفرق من طنط لطنط يعني، فاهم؟ وانت ما شاء الله، لا ده هيفتح معاك، هيفتح. انت بعد كده هتفتح عربية جنب منه بقى ان شاء الله، تشيل الشوك من السمك وبعدها تعمل عربية تفصفص الفراخ على الرز ابو ملوخية بس بص، ما تعملش عربية أزازة لب عشان يعني هيبقى مندي مع الجو وكده. مبروك. ده انت بتتريق بقى. طبعا بتريق. فاكهة ايه اللي بتقشرها يا اسماعيل؟ يا اخي حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. ما انا احسن واحد في مصر بيموت الناموس بالشباشب، ده انا كانوا مسميني ملك المصايف. اسيب شغلي بقى واروح اشتغل في الشركه الالمانيه؟ ما بتوع التين بيقشروا التين عادي يا ابني. التين ده اسمه تين شوكي، ما انت ما سمعتهاش على بعضها قبل كده؟ يعني في شوك يا بابا ممكن يعورك، لكن اليوستفندي هيعمل لك ايه؟ لا لعلمك بقى اليوستفندي ده خطر جدا، القشره بتاعته تلف على صباعك ممكن. هو انت مين يا اساسا؟ ايه ده وانا ما قلتلكش يعني؟ شوف يا اخي الكلام اتزفلط مننا زي قشره الحرنكش كده. بص يا اسماعيل، فاكر لما كنت صغير في ملجأ طلائع البراعم؟ فاكر طبعا. الله فاكر بقى البراعم كانت بتتقشر ازاي؟ شاهي تعالي يا شاهي. ايه في ايه؟ والله العظيم ما حد هياخد باله، ما تخافيش. ايه ده؟ ممكن بعد اذنك بعد كده تبقي تخفي يعني لون الروج، عشان الروج الغامق مع الشنب منظره وحش قوي. ده مش روج، ده لون شفايفي الطبيعي. انا عايز ارجع. ليه مالك؟ اصل انت مش شايفه اللي انا شايفه. يا نهار اسود، شعري اتنحكش. اتنحكش؟ اسمها اتنحكش؟ اسمها اتنحكش يا شاهي. انا مش فاهم انت ليه لما بقيتي راجل بقيتي بيئه كده؟ وبعدين لا، ما هو انا مش عشان ارجعك الشغل هنفقد شاهي بتاعتنا. ارجعي كده ايوه كده. مش انا بيقع دلوقتي انت هتخش معايا جوه على اساس ان انت عصام صاحبي وانا متوسط. ايه عصام ده بقى؟ لا الاسم مش عاجبني، انا اسمي شاهين. تقليدي جدا ان انت لما تبقي بنت شاهي فولد تبقي شاهين، ده
ماشي انت شاهين، مش هنقعد نجادل في دي. شاهين بقى ما يعملش الحركه بقى اللي انت دي. ليه بقى؟ ليه بتعملي كده برضه؟ كذا مره بقول لك الحركه دي بتدي جديه للموقف. الحركه دي بتدل انك هزق، ما فيش حد بيعمل كده دي خالص. ده مش عارف جايباها منين. انت شاهين ده المفروض يبقى واقف كده صالب طوله، ده واحد هيشتغل في قسم الحسابات في شركه النويري. يعني بعد ما كنت رئيسه مجلس اداره اشتغل موظفه حسابات؟ بعد ما كنت على اعلى السلم الوظيفي انزل البدروم؟ السلم الوظيفي ده تنسيه تماما، انسي بقى الترقيات الطبيعيه. انا عايزك تشرخي بالاسانسير. استغلي لي كل الصفات السيئه اللي فيكي، نفاق، ادي كتاف لزمايلك، رياء لكل مديرينك. انا عايزك في ظرف شهر تشتغلي تاني رئيس مجلس اداره شركات النويري. يعني انت متاكد ان محدش هيعرفني؟ يا بنتي انت عبيطه يا شاي ولا ايه؟ عمر ابو عمل خطه وفشلت؟ مستحيل طبعا. بعدين يا بنتي ما هو سعاد حسني وناديه لطفي مش عملوا رجاله في فيلم للرجال فقط لما كانوا عايزين يعملوا مهندسين بترول، ولا حد اكتشف. بس الفيلم انتهى نهايه رومانسيه. ايه؟ يوم ما تتحولي الراجل اليوم الوحيد فين دي بقى من زمان؟ مساء الخير مستر ابو. مساء الخير يا ناس شاهي. اللوك تحفه عليكي حقيقي حقيقي مبتلى. يا نهار اسود انت عارفني. على فكره عادي خالص، عادي بتحصل يعني. ده هو اللي لماح، بتحصل 1%. صباح الخير يا استاذ شاهي. لا وهم 2 اذكياء في الشركه، محمد والولد ده، لكن غير كده لسه شاهي؟ ايه ده انت عرفتها ازاي؟ واضحه يعني مش محتاجه مفهوميه. قال لك واضحه جدا مش محتاجه مفهوميه. طب غيري الفريم بتاع النضاره، البسي فريم تاني. اصبغ شعري او بس والله توحشينا يا انسه شاهي. عطست؟ يرحمكم الله. يرحمكم الله. هي قالت ايه؟ قالت هتوحشينا يا انسه شاهي. معلش. حضرتك استاذه شاهي؟ ايه ده وانت عرفت منين انها شاهي يا عم؟ لا ده انا كنت بخمن بس من الوصف. انت ما تعرفهاش اصلا بتخمن؟ طب شكرا. طب لا بقى الشنب ده وفك كده ورحرحي خالص. يا شركات النويري شاهي اهي دي شاهي. لا يا شاهي يا جماعه اهي شاهي اهو. بس يا سيدي ادي القصه كلها. شوف انت بقى طلبك ايه ونفسك في ايه، واحنا ان شاء الله هنعمل لك اللي انت عايزه. يا فرج الله. عارف يا استاذ سمسم، الله صحيح انت جربت تقشر السمسم؟ لا يا سيدي مش موضوعنا بقى، اؤمر طلبك ايه؟ شوف يا صاحبي، انا من ساعه ما ابتديت مشروع تقشير الفاكهه ده وبتواجهني مشكله جامده. ايه؟ البذر؟ لا يا صاحبي البذر ده اقل حاجه، مقابل 2 جنيه انا اشيل لك البذر ده خالص. يا اسماعيل كمل يا اسماعيل، طلبك ايه؟ اخلص. انا يا صاحبي مش عارف اشتغل خالص، انا عايز اسجل الفكره بتاعتي. دي فكره دي عايز تسجلها؟ ايوه يا ابني فكره ايه دي؟ مش فكره اصلا، ما امهات مصر كلها بتقشر فاكهه. عملت ايه انت يعني؟ ما سهله. هو ده طلبك؟ ايوه هو ده الطلب. خلاص يا حبيبي سهله، انا هسجل لك الفكره دي. لا ما انا اصل انا ما روحتش انا اسجلها، ما انا راحت عليا نومه. طب لا بص ادام انت سهله بالنسبه لك، روح سجلها لنا يابا، وديك عارف مطرحنا اهو، روح سجلها وتعالى وانا امضي لك. يا حبيبي سهله طبعا، فكره هي كيوي هنقشرها في نص ساعه، سهله طبعا. الحمد لله الحمد لله، ولكل مجتهد نصيب. انا هنا اصلي قاعد من صباحيه ربنا عمال اشتغل واور عشان الاقي حل، بس بصراحه عندي خبرين، خبر مش كويس وخبر حلو. انت سالتيه حاجه لسه وهو بيملى لوحده؟ قول يا عم الخبر ايه؟ الخبر ابدا بالوحش يا سيدي، انجز. دورت على القلقاس ما لقيتش قلقاس خالص. عارفه نفسها اني انا اعمل لها حله قلقاس بالسلق الاخضر الحلو ده. صبحي هو ده الخبر الوحش؟ ايوه. طب ممكن تقول الخبر الحلو يا راجل يا كبير يا متزن يا عاقل؟ اقنعت مجلس الاداره كله ان هم يصوتوا قرار برجوع الدين. الحمد لله الحمد لله. انا مش قايل لك الراجل ده هيسعفنا وهيوصلنا لبر الامان؟ بس يا ترى بقى هل التصويت ده هيكون في مصلحتك ولا لا؟ حاكم هم بصراحه ما بيحبوكيش، مش نزلهم منظور. مش انا قايل لك هيودينا في 60 داهيه؟ طب بقول لك يا متر صبحي، موضوع كره اعضاء مجلس الاداره الشاهي ده مش اولى كان يبقى الخبر الوحش بدل الخبر اللي انت قلته بتاع القلقاس والكلام الفارغ ده؟ يا سلام، عارفه نفسها في قلقاس ولا مش لاقيه، ده مش خبر وحش؟ شايف؟ غبت يوم واحد بس عن الشركه حصلت مهزله اهي، الكولدرات كلها باظت وجايبين قلل. ايوه صح الكولدرات باظت وجبنا قلل. حاكم الكولدرات دي القلل بتبقى اقعد ساكت بقى، اسكت. وانت صاحب فكره القلل دي؟ انا لما لقيتهم ان هم مصرين يعني ان هم يجرسوها، قلت لهم طب ما تعملوا زي ما بنعمل في البلد، تجيبوا بغله وتركبوها كده ونفضل احنا اسكت استرخصوا بقى. اسكت 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 اسكت.
شكيت؟ انت مش شايف يا صبحي ان انا عمري بيضيع معاك في الشركه دي؟ والله العظيم 3 على عمري بيضيع حرفيا معاك يا اخي. انت بتعيط ليه؟ امشي بقى يا اخي، فارقني، امشي. انا مش همشي كده انا. طب جادل في دي كمان يا صبحي، امشي. كل حاجه انت بتعملها فيا كده ليه؟ مش فاهم انا. ما تقلقيش يا شاهد، ضاقت فلما استفاقت ما ضاقت الا ما فرجت. لا انا مش قصدي ده، في التاني بقى اللي هو ضاقت حلقاتها فلما استفحلت بقى خير. والله العظيم 3 كل اللي جاي خير باذن الله. طيب المهم بس احنا دلوقتي بقى محتاجين نعكم بقى بتوع مجلس الاداره دول شويه هدايا كده علشان يفكوا كده ويصوتوا لك. ايه رايك في الفكره؟ دي فكره حلوه قوي يا ابو. طب يلا بقى ايدك على فلوس عشان اجيب لهم هدايا. الكلام ده كان زمان اما كنت رئيسه مجلس الاداره. استنى بقى ما يبقوا يعينوا رئيس مجلس اداره جديد. ما هو اداء الفرحه ده برضه انا مش فاهمه خالص. يا ابو انا عايزه افهمك على حاجه. عمر الهديه ما كانت بالقيمه الماديه بتاعتها. الهديه يعني بوكيه ورد حلو، كارت صغير كده لذيذ، والاحلى من ده كله انك تبقى انت اللي عامل الهديه دي بايديك. لا ما هو انا مش بشقط واحده زميلتي في الجامعه حبيبتي عشان اجيب كروت شحن واعمل ورق كروشيه. حبيبتي احنا بنرشي اعضاء مجلس اداره عشان يمرروا القرار بتاع رجوعك، بنرشيهم. ايه ده ابو بقى الخير. ايه يا ابو مالك متضايق ليه؟ طب بص يا البوسه، افرط لوحدك كده في السكرته علشان انا لا طايقك ولا طايق نفسي ولا طايق الشركه. اكيد متضايق عشان مش لاقي حد يديلك فلوس. امسك. ده ايه ده؟ ورقه فئه 200 جنيه لحد ما ابقى رئيس مجلس الاداره، وساعتها ابقى اطلع لك مصروف. مرتضى الورقه دي يا حبيبي تحطها في جيبي. بس بقى ما ضربتوش ليه؟ كلنا اضربه. معلش بس معليك، انا كان ليا عتاب صغير. طبعا. يا حضرتك عارف ان انا الراجل بتاعك، يعني عمرك فكرت تدب ايدك في كمك وتميل عليا تقول لي خد دول يا زهير؟ يعني انت عارف والله التخطيطات الشريره دي مكلفه جدا، مصاريف ومواصلات ودهاء. لا خليهم في محفظتك، معليك. لقد وصلت إلى وجهتك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. بابا حضرتك ممكن تستريح على كرسي وانا احجز لك مكانك هنا في الطابور. لا يا ابني ما تقلقش عليا، انا متعود على كده، كتر الف غيرك. يا ده انت لسه بدري عليك قوي. هو حضرتك هنا من بدري ولا ايه؟ هو اللي انا فاكره اول ما جيت هنا كان في ممثل صغير كده لسه بادئ، تقريبا اسمه حاجه امام. يا حضرتك هنا من ايام ما كان محمد امام لسه ممثل صغير؟ لا يا حاج ده عمل افلام وبقى نجم، دي سنين يعني. لا يا ابني لا، ما اسموش محمد، هو تقريبا كده اسمه عادل. يا نهار اسود، انت موجود هنا من ايام ما كان عادل امام ممثل صغير؟ لا هي متيسره. بص يا حاج، ما دام الطابور ماشي واحنا جنب بعض والدنيا حلوه بس يا ابني بس يا حبيبي، بس يا ابني بس. انا نفسي اعرف احنا بنعمل ايه هنا. احنا لازم نرضى بالامر الواقع، والواقع بيقول ان انا اترفدت خلاص. انا طول ما انا في المكان ده بضيع على نفسي فرص شغل كبيره جدا. انا جاي لك شغل في البنك المركزي عشان انت ذكيه وبتفهمي في الارقام. انا اتعرض عليا بوزيشن هايل في شركه اتصالات كبيره، هكون مسؤول عن القطاع الدولي. شهيطاز للتجريح. طبعا شركه الاتصالات الكبيره دي سنترال سي فون اللي في الدقي. سي فون دول كلمتين، سي فور كات وفون جاهل. ايوه سي فون بتوع الدقي، عارف دول بيشدوا على العملاء. ايوه عشان الانضباط. طب تشتغلي ايه بقى في القطاع الدولي؟ هكون مسؤوله عن كابينه الترنك. بس طيب خلاص بقى، ما تقعديش بقى، ما تصعبيش عليا بقى اهو اديك اهو اتكشفت اما جيتي تدوري على شغل، ما تقعديش بقى ترخعي علينا وخلينا نشوف هنرجعك ازاي. هو بابا عينك ازاي؟ يا حبيبي الله يرحمه، هو بيعمل لي الانترفيو اذن العصر ادى، قام قايل الله اكبر وقال لي والله ما انا كسفك. وفاضل على العصر كتير؟ بص انا عندي حل.
انت تخشي تقعدي على مكتبك كانك ولا اترفدتي ولا حصل اي حاجه. ما عرفتكش انا بقى كده. تسمعي بقى مني بدل ما اديكي باب القلم على النضاره بتاعتك دي. انا مجرب الطريقه دي. ليه؟ هو انت اشتغلت قبل كده؟ لا بس كنت مصاحب بنت اسمها شيري. بنتي دي انا فركشت انا وهي يوم الاحد. يوم الاثنين قمت كلمتها عادي واتقابلنا، ولا انا خدت بالي ولا هي خدت بالها ولا حد خد باله. انا عارفه ان انت هتوديني في ده، بس ما عنديش اختيار غير ان انا اسمع كلامك. اسكتي بقى. اللي اقول لك عليه تعمليه. انت ما اترفدتيش خالص. انت ايه؟ ما اترفدتش. تخشي مكتبك، تقعدي على مكتبك، مفيش حاجه حصلت. تبعتي ايميلات عادي لكل الاقسام، بس خليها مثلا من ايميل واحده صاحبتك لحد ما الامور تهدى. غير كده ايه؟ معلش انا اسف جدا، كنت بجيب القلم. انت بتاكل ايه عندك؟ اهلا بيك مستر ابو في مكتب ابو الاكبر. ابو؟ اصل مستر مرتضى قال انه هيبقى رئيس مجلس الاداره، وقال انه رفض الانسه شاهي. انا اسف، وقال اللي عايز حاجه ياخدها. وانت بتاخد ايه من مكتبي؟ خدك ربنا. انا باخد المكتب نفسه حضرتك. اصل انا في مكتبي يا مستر ابو حاسس بضآلة فظيعه، لكن انا هنا حاسس باريحيه، فقلت اجي اجرب المكتب ساعتين يعني. هو ليه مرتضى بيتعامل ان دي شركه اهله؟ لانه كلينيكيا هو واحد من عيلتك، لانه ابن عمك، بس ده ما يمنعش انه نبوسه وبيتدخل في اللي مالوش فيه. بمناسبه اللبوسه، انا بجد يا جماعه بشكركم على الكرسي ده. ده انا اهلي ما حبونيش كده. انا فعلا الدكتور امبارح اكتشف ان عندي نسور، وقال لي ان انا لازم اقعد على حاجه طريه، عشان كده انا هاخد الكرسي ده. حاسس ان قعدته جيلاتينيه مريحه قوي. فطرت يا محمد؟ ضرب بيض بالبسطرمه، وحضرتك بحلي منتجات الشركه. طبعا. بس اوعى تفهم غلط. لا خالص. ده مش عشاني، ده انا باكل عشان الجوده. مفهوم. مش عشان ذاتي. الله. بجد انا قلبي عندك يا انسه شاهي. احساس الرفض ده احساس فظيع يا مستر ابو. جرح للمشاعر، شرخ للكينونه، جلد للذات، شرخ في اللي فات، احساس بالتسلخات. تعالى يا محمد. هروح معاه. يلا تعال يلا بسرعه يلا هتوديني عند بابتي يا مستر ابو؟ تعالى بص انت ليه بتقول لي ابو؟ مش ده اللقب؟ لقب؟ طب بص انا ممكن اديك بالجزمه وسمعتك بتقول ابو، ماشي؟ ده كده يا مستر ابو. غلط برضه. ابو بحبه. الله يرحمك يا حاج حماده، الله يرحمه. كان دايما يقول لي يا سمسم بس يا ابني، بس يا حبيبي، بس يا زفت. كان صاحب واجب، ما يفوتش مناسبه الا لما يلف لي. لف عايد عليا في راس السنه، لف لي عايد عليا في شم النسيم، وبقاله 6 ايام كل ما يشوفني يقول لي انا حاسس اني هرتاح قريب. اديك ارتحت يا حماده. اللي بعده. الدور عليا يا جماعه. طب الحي ابقى من الميت. كلموا حد من الورثه يجي يشوف مكان الراجل في الطابور ده، يجي يستفيد بيه. الراجل بقاله سنين بيستثمر هنا يعني. امرني سيادتك. صباح الخير يا مدام سلمى. احنا كنا عايزين نسجل الفكره دي بس بعد اذنك. بص يا سيادتك، انت تروح لمدام رؤية في الملحق اللي ورانا ده تجيب منها دمغه. طب ما في دمغه يا فندم. بصي من عند مدام رؤية؟ لا ده من استاذ مروان. لازم من عند رؤية. ليه يعني؟ هي رؤية نفسها في الدمغه احسن من استاذ مروان؟ وتجيب لي صحه توقيع من الاستاذ فاروق في العاشر. في الدور العاشر؟ الحي العاشر، ما تزهقنيش. حاضر. وبعد كده ترد عليا، تكون جايب مستخرج رسمي من عند مدام كريمه، ومسجل براءه فكره عند الاستاذ الشربيني، وجايب لي ايه؟ ايصال تبرع، صورتين بطاقه، وصل نور، وصل غاز، اللي تقدر تجيبه جيبه. طب حضرتك مش عايزه عرف ديك سنجل وزلومه فيل نباتي؟ بخترع انا اصول الشغل. لا انا بخترع. ما انا مش فاهم، احنا بنسجل فكره ولا بنفك لعنه؟ اتفضل يا استاذ، خدت وقتك. اللي بعده. لعنه. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا بابا. انا عايز اعرف انت كنت ماشيها ازاي بشويه المعاتيه دول؟ كنت ماشيها ازاي؟ انت فين؟ انت فين يا ابو يا ابني؟ انا قالب عليك الدنيا. صبحي اقعد من غير ازعاج او رغي عشان انا مش طايق نفسي. انا لقيت لك الحل الامثل عشان شاهي ترجع تاني مجلس الاداره. اهو. شاهي ترجع مجلس الاداره بحله محشي؟ لا، المحشي ده انت هتقعد تمزمز فيه كده وتقزقز لحد ما تقرا الملف ده. ايه الملف ده؟ ده ملف يا راجل، ما باينش عليه خالص، افتكرته بنطلون جبردين. ايه ملف ايه ده؟ الملف ده كان والدك الله يرحمه مدهوني، قال لي ما تدهوش لابنه الا في الضروره القصوى. صبحي انت الملف ده معاك بقاله قد ايه؟ ده من زمان، من زمان قوي قوي. والدك الله يرحمه هو اللي ادهوني.
خلص دي كده. هات ايديك يا صبحي. هنلعب. صبحي ايه؟ وانا مش بصعب عليك. بتصعب عليك بجد وحياة امك مش بصعب عليك. اي والله. اعمل لي ازاي ولادك ليه؟ بحبك. اعمل لي ازاي ولادك ليه؟ ازاي ولادي والله اجيب لك محشي اجيب لك محشي. بتعملوا معايا كده ليه؟ بعمل حاجه. انت معايا ان انا مبتلى ها؟ مبتلى في كل انت معايا ولا ضدي؟ انت معايا ولا ضدي؟ عايز ابوس على راسك؟ فوت علينا بكره. ماشي يا استاذ. اتفضلي يا مدام سلمى. ايه ده كله؟ ليه مصعبها على نفسك كده؟ رحت المدام رايه في الملحق اللي جنبينا قلت لها عايز دمغه، طبعا قالت لي عايزها لايه وبكام؟ حضرتك ما حددتيش، اشتريت ب 12000 جنيه دمغه من جميع الانواع، خدي بقى اللي انت عايزاه والباقي للاخوه الزملاء. اتفضلوا يا جماعه مدوا ايديكم اللي عايز دمغه، انا جايب بزياده. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضلوا. بعدها طلعت على الحي العاشر، ما لقيتش حد اسمه الاستاذ فاروق عشان اخد منه صحه توقيع، خدت توقيع الحي العاشر كله كله، واللي ما بيعرفش يمضي بصمته. بعد كده رحت لمدام كريمه عشان المستخرج الرسمي، لقيت مدام كريمه مستأذنه عشان بنتها عندها مشاكل في البيت. رحت لماجد. ماجد مين؟ جوز امنيه. امنيه مين؟ بنت مدام كريمه. قعدت معاه قلت له بص يا ابن الناس، ما احنا بنتنا مش قشرت بصل عشان تنيمها كل يوم والتاني دمعتها على خدها. خدت البنت رجعتها بيتها، وخدت مدام كريمه رجعتها الشغل، وطلعت المستخرج الرسمي. استاذ شربيني بقى عينه تعبانه يا عيني، وبقاله فتره ما بيروحش الشغل فما بيطلعش براءات اختراع. اتبرعت له بقرنيتي وقلت استقضي انا قرنيه بعدين مع نفسي، وشاف واداني براءه الاختراع. في بقى اي حاجه مطلوبه تاني يا مدام سلمى ولا نمضي عشان الساعه داخله على 2 وانا عارف الجمله اللي جايه؟ اتفضلي. القلم ما بيكتبش. ايه يا اخينا مدام سلمى مضت. مدام سلمى مضت. مدام سلمى مضت. مبروك يا ابني. مدام سلمى مضت. مدام سلمى مضت. مدام سلمى مضت يا حاج حسام. مدام سلمى مضت. مدام سلمى مضت ومدام سلمى مضت. عدي لي وامضي لي مدام سلمى، ادي لي الله. ودلوقتي هنصوت على منصب رئيس مجلس الإدارة. مين هيدي صوته لمرتضى بيه النويري؟ زازا الأولاد ما بترفعش إيديها ليه؟ مش عارف، يمكن صوتهم مبحوح عليك. نطلب ينسون. اديتهم الهدايا اللي قلت لك عليها؟ حصل. غديتهم؟ عشيتهم كمان. تاني، مين هيدي صوته لمرتضى بيه النويري؟ يلا! طيب ما تيجوا نشوف كده مين موافق على التصويت لشاهي تستمر كرئيس لمجلس الإدارة. شكلنا وحش خلاص. ايه طب ايه، مش هنسمع سقفة كده ولا ده؟ ماشي يا ابو. الأيام دول دول سيديهاتك وملفك معايا، ها؟ اشوفك بقى مهوب ناحية كباريه عش الننوس، مش هيحصل لك كويس. ايوه كده.
يخرب عليك يا ابو، انت عملت كده ازاي؟ يلا عيب عليك، انت شغاله مع عويل ولا ايه؟ مبروك يا شهشه. تعالي اقعد. يلا الف مبروك. نشطب بقى ولا ايه؟ سراج سراج، بس حبيبي فارك، انا تعبان جدا ويومي كان صعب موت. وبعدين نام يا حبيبي نام. ازيك يا عم حزوم؟ ازيك يا ابو؟ ايه عملت ايه؟ تمام الحمد لله. انت عملت ايه مع شاهي؟ لا لا تمام، رجعتها رئيس مجلس اداره. انت؟ مدام سلمى مضت وكله فله. مدام سلمى مين؟ هو مش اليتيم دكر؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، فرحتي بقيمة مدام سلمى نسيتني اسماعيل اليتيم. يا نهار اسود، نهار اسود. انتوا عايزين مني ايه؟ اليتيم. انتوا عايزين مني ايه؟ يا اسماعيل، ما انا هتجلط يا اسماعيل، ما انا هتجلط واقع ومش هتلحقوا تسعفوني. يا اسماعيل، ما انا لما اتجلط تعالى هنا يا اسماعيل، انا لما اتجلط واقع. بطل غباوه يا ابني. ما انتوا مش هتعرفوا تسعفوني عشان يا اسماعيل